حكم ساحة بيعاونوا أحمد حسام طه مساعد أول، وأحمد بكر مساعد تاني، وخالد بخيت حكم رابع. بدأ اللقاء. نادي الزمالك هيبقى حمادة طلبة في اليمين. حمادة طلبة بيعمل العرضية بتخبط في عمر جمال وفيها خطورة، إنما رأسية كانت ضعيفة بتوصل سهلة لمحمود أبو السعود حارس المرمى. رأسية اتلعبت، ادي العرضية بتاعت حمادة طلبة يا دوب لمسها وتوصل سهلة عند محمود أبو السعود. احتياطي الفرقتين ادي خطأ، والشناوي وعودة للتشكيلة الأساسية وتوجيهات للحائط البشري. إبراهيم صلاح حائط بشري مكون من لاعب واحد، وخطأ من ناحية الشمال قريبة من الراية الركنية. حسام عبد العال بيلعبها مباشرة، وادي الرأسية خطيرة خطيرة جدا اللعبة اللي فاتت، وكانت فرصة مهمة جدا لنادي المقاولون العرب واللاعب أحمد علي إنها تحط نادي المقاولون في المقدمة. ادي الإعادة، وأحمد علي طالع الراجل بيلعب بإريحية كبيرة جدا بدون رقابة تماما من الاثنين المدافعين، سواء من علي جبر أو دويدار كانوا بيتفرجوا عليه. لعبها لكن مرت بغرابة شديدة جدا بجوار القائم، ومعها انفعال المعلم الكابتن حسن شحاتة. على التنفيذ واقف خالد قمر ومعاه احمد عيد وحفني. هيشوط خالد قمر، وخطيره من خالد قمر، لكن المتألق محمود ابو السعود ركنها حلوه قوي. خالد قمر على يمين محمود ابو السعود من فوق الحائط البشري، لكن بيروح واقف صاحي محمود ابو السعود ويطلعها الى الضربه الركنيه. قبل بدايه اللقاء قلنا يمكن يكون في جيم مقفول، لكن مازال احمد علي يعني لغز محير بعض الشيء لجماهير نادي الزمالك، ساعات يظهر لك بشكل مميز جدا. ادي اعاده لافضل لعبه في اللقاء، لعبه خالد قمر من الضربه الثابته اللي حطها بشكل مميز جدا، وبرضه اخرجها بشكل مميز جدا محمود ابو السعود اللي كنا بنتكلم عنه من بدايه اللقاء، وبنقول انه ظهر بشكل اكتر من رائع مع التدريب. التاريخ قادر على انه يتكلم عن الكابتن حسن شحاتة، مش هنتكلم عنه. اتلعبت الضربه الركنيه ورأسيه احمد علي خطيره جدا، رأسيه احمد علي، لكن لسه فيها خطوره مع نادي الزمالك. يقدر احمد عيد انما بيضغط ويقطع منه احمد علي ويخبطها وتطلع الى ضربه المرمى. ما في شك الزمالك اخطر في الوضعيه الهجوميه. ادي الاعاده واتلعبت الكره الركنيه من احمد عيد من ناحيه الشمال. ارتقى احمد علي اعلى من الناس كلها ولعبها، لكن كورته مرت الرأسيه بالعرض، ما كانش فيه متابع، مرت من امام علي جبر وخرجت عند احمد علي اللي خبطها، عشان ما فيش غير مهاجم وحيد. رغم على الورق عندنا بيقول لك ان بابا اركو بيلعب مع محمد سالم اتنين مهاجمين، لكن بابا اركو بينزل لتحت وسالم بيبقى مهاجم وحيد. وادي تسديده لكن ضعيفه. استعجل احمد علي من ناحيه من لاعب نادي الزمالك اللاعب خالد قمر. اعاده للتسديده اللي تصدى ليها ببراعه محمود ابو السعود. خلنا في الدقيقه 18 من عمر الشوط الاول، وما زالت النتيجه التعادل السلبي بين المقاولون. حماده طلبه لاحمد عيد، هاتوا خد احمد عيد، وخطيره خالد قمر. فرصه يقدر خالد قمر ممكن، لكن اتاخر زودها خالد قمر واحتفظ بيها ازيد من اللازم. ضاعت خطوره الكوره، رجعت عند اسلام جمال. اي حاجه اسلام جمال بيشتتها بتمشي، حتى التسديده بالعرض وتخرج الى ضربه المرمى. احمد عيد واضح ردة فعله، زعلان لانه عمل تمريره هديه لخالد قمر، لكن خالد قمر ادي اللعبه البينيه. خالد قمر كان رفض الهديه في منطقه الست ياردات، لكن ضرب لخمه وحاول يحتفظ بيها ازيد من اللازم، بتتقطع. وضاعت فرصه من ضمن فرص كتير شفناها لنادي الزمالك، كانت قريبه جدا انها تحط نادي الزمالك في المقدمه. مشاهدينا عبر شاشة التلفزيون المصري والنايل سبورت، ومتابعينا عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة ملعب اف ام، أحمد عيد رايح بمرتد. أحمد عيد وخالد قمر، أيمن حفني، يا سلام على الهدف، جوه جول الهدف الأول لنادي الزمالك. إنما التمريرة كانت مميزة جدا وفوتها بشكل أكتر من رائع من ناحية الشمال اللاعب خالد قمر. وصلت لأيمن حفني، لكن حطها بمهارة عالية قوي يا جماعة.
لو 3 4 حراس واقفين في المرمى ما يقدروش يطلعوا كورة ايمن حفني، عشان يعلن ايمن حفني عن الهدف الاول لنادي الزمالك مع حلول الدقيقة 23 من عمر الشوط الاول. تمريرة هنوصف الهدف عشان مستمعينا عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة. اتلعبت التمريرة البينية من أحمد علي من ناحية الشمال لخالد قمر على حدود ال 18، فوتها خالد قمر لأيمن حفني اللي كان جاي مندفع وركنها في أقصى الزاوية اليمنى العليا للحارس محمود أبو السعود، ويبقى الهدف الأول لنادي الزمالك. لكن هدف من ضمن الأهداف. ياخد ابراهيم صلاح مرة تانية وطويلة امامية ممكن يبقى فيها خطورة عند احمد علي وقد تكون فرصة للهدف الثاني، واحمد علي لعبها الراجل لكن مرت بالعرض دون متابع من نادي الزمالك. لكن لسه فيها خطورة من احمد علي من ناحية اليمين احمد عيد لحمادة طلبة، حمادة طلبة بيخبطها وياخد منها، لكن حكم اللقاء بيقول ضربة مرمى بناء على راية المساعد. ادي اعادة للعبة والمجهود والسبرنت القوي جدا اللي عمله احمد علي، لكن ما عملهاش احمد علي الراجل بالعرض، كان شايط في المرمى. لو لعبها بالعرض كان واقف مستنيها احمد عيد. حسب بدل من ضائع. احمد توفيق وصافرة سمير محمود عثمان بانتهاء احداث الشوط الاول بتقدم نادي الزمالك على المقاولون العرب بهدف. احمد علي تمريره طوليه عند عمر جمال، مضغوط على عمر جمال من اسلام جمال، يلعب لاحمد علي ومرور بشكل جيد، هيبقى فيها خطوره لو عمل عرضيه، وادي العرضيه الخطيره لكن الشناوي وبابا اركو خطيره جدا. لكن المتالق احمد دويدار كان واقف على الزاويه اليمين وبيطلعها. الحقيقه اخطأ تقدير الشناوي للعبه، حسدناه الشناوي ولا ايه؟ اتلعبت الكوره من ناحيه اليمين، كانت جمله مميزه ما بين عمر جمال واحمد علي، خدها احمد علي وعملها عرضيه بيطلع الشناوي لكن ما لحقش يمسكها توصل لبابا اركو، بيسددها ويطلعها احمد دويدار ببراعه من على القائم الايمن الى الضربه الركنيه. تتلعب الركنيه لابو شعيشه، عرضيه ابو شعيشه وخطيره انما بيشتت على طول احمد دويدار عاليه، لكن اجل نادي الزمالك التبديل رغم ان اشار بيه الحكم الرابع، لكن استؤنف اللقاء مره ثانيه. احمد علي خطير، احمد علي جوه ال 18 والشناوي وفيها خطوره انما بيتدخل الدفاع وابراهيم صلاح في الوقت المناسب وينقذ فرصه خطيره جدا لنادي المقاولون العرب، كانت ممكن جدا تكون فرصه لتسجيل هدف التعادل، بل واخطر فرصه على الاطلاق للمقاولون ايمن حفني. وهينزل اللاعب محمد شعبان رقم 20. التبديل الاول كان اجراء الزمالك بخروج خالد قمر ونزول معروف يوسف. ادي اعاده للهجمه الخطيره جدا لاحمد علي ومروره من ناحيه اليمين ولعبها بالعرض، لكن الشناوي يا دوب لمسها وكمل عليها ابراهيم صلاح قبل ما توصل اللعبه الثابته ويستفيد بيها نادي المقاولون العرب. شريف علاء، اي حاجه من شريف علاء لكنها بتمر وخطيره جدا. بابا اركو خطيره جدا، لكن المتالق بقى الشناوي بينجح في انه يتصدى للعبه بابا اركو. قلنا قبل ما الكره تتلعب شكلها فيها خطوره ولعب شريف علاء، لكن الغريب في الامر انها مرت بغرابه شديده جدا من مدافعي نادي الزمالك. إعادة كانت في اللقطة اللي فاتت لتألق أحمد الشناوي وتصديه للعبة بابا أركو. مرور بمهارة عالية قوي من أحمد عيد ويسلم في اليمين وتسديدة لكن ضعيفة التسديدة، بتوصل سهلة تسديدة أحمد توفيق توصل لمحمود أبو السعود، يطلع علي جبر متدخل معاه زميله إسلام جمال. سلامات للشناوي، لسه الراجل أول لقاء يلعبه بعد عودته من الإصابة. طبعا بنتمنى السلامة للاعبينا ككل، نحتاجهم مفيش شك الفترات اللي جاية، يعني غير ان فرقهم هيكونوا محتاجاهم على المستوى المحلي، ايضا منتخب مصر هيكون محتاج لكل القوة، خاصة ان الشناوي من الحراس المميزة جدا بالصفقات اللي تحسب بالفعل
قدومه الى نادي الزمالك الى مجلس الاداره. ما زالت المفاوضات كانت مع فييرا جارية، وإن كان هناك اتجاه للإبقاء على محمد صلاح إلى نهاية الموسم كمدير فني للفريق. كمان اتكلموا مع ميدو، لكن ميدو قراره النهائي إنه رفض إنه يقود الفريق من منتصف الطريق. عموما الأيام القادمة هتسفر عن الإعلان عن الجهاز الفني الجديد لنادي الزمالك أو استمرار للجهاز عند سالم، لكن لعبها من غير ما يبص. يقطع إسلام جمال وممكن احمد علي، لكن خلف بيقطع بمهارة عالية. خلف بيحاول عليها احمد عيد لكن بيكمل مرة تانية، وسقوط على الارض من احمد عيد. كان بيقولوا انه اتخبط في اللعبة اللي فاتت. ادي احمد عيد واعادة مش باينة في الاعادة الحقيقة ان فيها اصطدام حصل ما بينه وما بين خلف، الالتحام عادي. لكن هاتوا خد مع شعبان ومعروف يوسف. طولية عند احمد علي، عمل مجهود كبير قوي الراجل وسبرنتات كبيرة جدا، لكن شد وخطأ ضد محمد خلف. وسمير محمود عثمان بالتبديل كما توقعنا، لكن ادى كتير محمد صلاح لاحمد علي اللي كانت بتتعادلوا اللقطة اللي فاتت. هيخرج احمد علي وهينزل اللاعب مصطفى فتحي. كده هيبقى الزمالك بيلعب من غير مهاجمين، هيعتمد على التحركات اللي بتتم من تحت من احمد عيد او من عند مصطفى فتحي بقى لما ينزل. هنشوف تبديل المقاولون العرب ونزول اللاعب كريم مصطفى بدل اللاعب محمد ابو شعيشه رقم 15. دخلنا في الدقيقه 44 من عمر اللقاء، يعني كان الله في عون. سواء مصطفى فتحي اول لمسه يلعبها طوليه برؤيه جيده جدا عند اللاعب احمد عيد. احمد عيد عايز يلعبها لمصطفى فتحي لكن بتفوت وتعدي من مصطفى فتحي. بيحاول يكمل معروف، قطع معروف من كريم مصطفى وخد خطأ معروف يوسف. وادي 4 دقائق وقت محتسب بدل من ضائع بيعلن عنهم الحكم الرابع النهارده خالد بخيت بناء على اشاره من سمير محمود عثمان. قدم نادي الزمالك بهدف دون رد. ادي عرضيه وبابا اركو خطيره بتفوت وسقوط على الارض، وبابا اركو لسه فيها خطوره نادي المقاولون لكن بيشتت ويطلعها الى رميه التماس. ادي اعاده للعبه اللي كان عليها كلام. هل احمد توفيق كان لاعب على الكوره ام على قدم اللاعب احمد علي؟ لن اجيب على بالنسبه للاعبي المقاولون العرب. تتقطع من محمد عبد الواحد لمصطفى فتحي، قد تكون اخطر او اخر هجمات نادي الزمالك. مصطفى فتحي سند على معروف يوسف. معروف يوسف وصافرة سمير محمود عثمان بانتهاء احداث الشوط الثاني والمباراة بفوز نادي الزمالك بهدف دون رد. كان سجل هدف نادي الزمالك في الشوط الاول اللاعب ايمن افني. يرتفع بهذه النتيجة رصيد نادي الزمالك الى النقطة 40 ويتجمد رصيد نادي المقاولون العرب عند النقطة 21. سعدت بصحبتكم مشاهدينا الكرام مشاهدي التلفزيون المصري.